سعد المجرد هضر على الصحراء المغربيه بافتخار 7 اكتوبر 2016. وانا دوري كفنان نوصل ثقافتنا المغربيه وجمال بلادي وهذيك جمال الصحراء المغربيه. ودو سمان من بعد غادي يمشي لفرنسا وغادي يوقع المشكل وغادي يتشد لو 26 اكتوبر، يعني 19 يوم من مورا التصريح ديالو بالصحراء المغربيه. المذيعه جرت ليه لسانه في القناه ديال فرانس 24. هناك اتهامات جزائريه لك بالاستفزاز، وهي القناه اللي كتكره المغرب وضد مغربيه الصحراء وضد اي حاجه مغربيه. كوضعت عنوان الصحراء المغربيه على الكليب الاخير غلطانه، كيف ترد على هذه الاتهامات؟ من حقي انا كمغربي نقول صورت الكليب ديالي في الصحراء المغربيه باش تعرفوا الخوت باللي هادشي كان بريباري. جلاله الملك حتى تاكد باللي داروا ليه المصيده عاد باش تدخل وعاونوا ودار ليه محامي. واش كتظنوا على ان الملك غادي يقبل يشوه السمعه ديالو على قبل فنان؟ واش الفكره وصلات؟ واش فهمتوا القصد ديالي؟ سعد راه غلط، واصلا طريق الخمر والمخدرات هذه هي النهايه ديالو. حنا ما قلناش ما يتحاكمش، ولكن يتحاكم محاكمه عادله. وعلاش كيتصنتوا غير ليها هي تحقيق اخر ما سمع لا لسعد، شاف غير الدوسي وما عندوش معلومات كافيه عليه، كيقرر ان لافير ترجع او عرفتي هاد لافير هذه كتخليك كطرح 66000 سؤال وكيضرك راسك تجي شنو واقع. اللي كون كانت شي حاجه اللي هي كانت ديال بصح راه سيد راه ما غاديش يبقى مجرجر 3 سنين هذه والصرف.